يا مساء الفل والورد والياسمين على احلى واجمل متابعين في الدنيا كلها. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش يا جماعه سامحوني، والله لسه دور البرد واخد معايا جامد قوي. النهارده ان شاء الله عايزين نجهز غدا حلو قوي مع بعض. هقول لكم على سر هيخلي لك الفراخ بتاعتك مقرمشه ومستويه قوي من جوه، وهقول لك على تتبيله سهله وبسيطه وحلوه قوي وبتديكي طعم جميل قوي. النهارده كنت عايزه اعمل غدا حلو، وكمان هنعمل شوربه بعد الغدا. بس يلا بسم الله وصلي على الرسول وحطوا لي لايك، وتعالوا كملوا معايا الفيديو للنهايه عشان تشوفوا التفاصيل. انا عندي حله على النار، حطيت فيها ميه ونزلت فيها كده ببصلايه وطماطميه مبشوره او مقطعه قطع صغيره كده. معايا حوالي من راس توم او 10 فصوص توم كمان نزلت بيهم. هنسيبهم تغلي، واول ما تغلي معايا هنا الدبابيس بتاعتي، دبابيس الفراخ، هننزل بيهم. انا هتقولوا ام رحاب عامله الشوربه فيها حاجات ياما كده ليه؟ هقول لكم ليه. حطيت هنا توم باودر، واحط شويه فلفل اسود وشويه كمان من البصل باودر، ولو عندك رشه من السبع بهارات كمان هتحطيها. مش عندك بهارات فراخ عادي خالص، حط شويه بهارات فراخ. هنحط الملح بتاعنا علشان خاطر الدبابيس الفراخ صغيره عادي هتستوي بسرعه، فاحنا عايزينها تستوي بالملح بتاعنا. هنغطي عليها ونسيبها تستوي كويس. على ما الفراخ تستوي كمان هنعمل شوية الرز بتاعنا الجمال اللي احنا بنعمله، بيبقى مفلفل وحلو. معلقة كده معلقة زبدة على معلقة سمنة، حطيت ورقتين لورا او ورق الغار، وحطيت معاهم عود قرفة او قرفة عود. هنقلبهم شوية كده لحد الريحة بتاعتهم ما تبدأ تطلع، وبعد كده ننزل عليهم بالرز، الرز المصري بتاعنا المغسول مش منقوع، مغسول بس. اتمنى تكملوا معايا الفيديو للنهاية علشان تشوفوا كل خطوة هنعملها مع بعض، وياريت تدعموا الفيديو بلايك، دعوة حلوة كده من القلب عشان ارجع تاني زي ما كنت، لان انا مش عارفة اتكلم خالص، قلبي وجعني مش قادرة اتكلم. الرز بتاعك عشان يبقى مفلفل وحلو كده تفضلي تشوحي فيه كويس لحد ما تحسي ان الرز خلاص بدأ يفرفر معاكي كده، تبدأي تسقيه المية بتاعتك. المية كمان يا جماعة دي بقى دوبك عقلة فوق الرز، ما تكتريش عشان ما يبقاش الرز معجن معاكي. هنغطي عليه، واول ما هيبدأ يغلي هنبدأ نهدي عليه النار خالص ونقلبه من بعضه تقليبه. بصي بسم الله ما شاء الله شوية الرز عاملين ازاي جميل، وكمان عود القرفة ورق الغار بيديله نكهة جميلة قوي. هنغطي عليه بقى وننقله. خلاص بقى الفراخ بتاعتي هنا كانت استوت، هنبدأ ننشل الفراخ بتاعتنا. إيه هننشل الفراخ بتاعتنا او الدبابيس بتاعتنا عشان هنعمل لها خلطة جميلة قوي مع بعض. بس هنعمل بقى شوربة عدس مكان الفراخ. هنزود ايه بقى في الشوربة بتاعتنا تاني؟ انا هاخد منها شوية. ده يا جماعة كنت محمرة مكرونة من اللي هي التروس ديت، الترس ديت، ومحدش بصراحة حب ياكلها، فقلت اعملها بقى شوربة لسان جايز ياكلوها. في اللي حب ياكل منها وفي اللي ما حبش ياكل منها. خدت بقى شوية شوربة، هنبدأ بقى نزود بصلاية تاني، هنزود بصلاية او 2 كده للشوربة، وهنزود كمان طماطمية، وكمان هنحط قرن فلفل حار وقرن فلفل رومي عادي خالص، يعني بيديله طعم، فلفل عادي كده بيديله طعم حلو. كمان جزريتين كده مقطعاهم، هسيبهم يغلوا كويس، وبعد كده حطيت معاهم العدس بتاعنا. اول ما الحاجات دي كلها تستوي يبقى خلاص كده العدس بتاعنا بدأ يستوي. حطيت معلقة من الكركم بيديله طعم حلو، حطيت معلقة من الفلفل الاسود، وكمان انا يا جماعة حطيت معلقة من التوم البودر ومعلقة من الكمون ومعلقة بابريكا. البابريكا اللي بتديله طعم وبتديله لون حلو. حطيت كمان شوية ملح. حطيت الكمون يا جماعة بس انا نسيته، حطيته اما العدس استوى وانا رايحة اضربه في الخلاط. هنا بقى عايزين نعمل خلطة حلوة قوي للفراخ. انا معايا هنا بيضتين كده فقشتهم في طبق، وهنضربهم كويس، هنربهم يعني نخفقهم كويس كده علشان يبقوا هنستخدمهم في الفراخ، في تحمير الفراخ. يعني الفراخ دي بقى هتبقى معاكي كنتاكي على ابوه. رشه كده شويه كده من الدقيق، وكمان معلقه من اسمه بتقولوا عليه
كورن فلاور ولا بتقولوا عليه اللي هو النشا يا جماعه. معايا دي خلطه من بتاعه تحمير الفراخ الكنتاكي، جايباها، وكمان معايا باكو، لقيتهم الاتنين زي بعض، حطيت شويه بس من هنا وشويه من هنا وقلبتهم على بعض. تقدري تستبدلي الحاجه ديت بالبقسماط لو انت عندك بقسماط، بس انا ما عنديش. هنبدا نبهر الحاجات دي بقى، رشه من الفلفل الاسود، رشه من الثوم البودر، رشه من الجنزبيل، ونقلب الحاجات دي كويس مع بعضها. اتمنى لو وصلت لحد هنا تدعمولي الفيديو بلايك فضلا وليس امرا. هناخد بقى الفراخ بتاعتنا طالعه طبعا من الشوربه، بتبقى لسه طريه يعني، فبتشرب من الدقيق. هنقلبها في الدقيق بتاعنا اللي احنا عاملينه ده، وبعد كده تحطيها في البيض، وبعد ما تحطيها في البيض تسقيها من البيض، ترجعي تاني تسقيها تاني في الدقيق تاني. سامحوني يا جماعة والله العظيم انا محرجة منكم جدا على صوتي، بس غصب عني مش بايدي، التعب مش بايدينا يا جماعة. ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. هو يعني البرد معايا انا بالذات بيطول شوية، يعني لا علاج ولا غير علاج، هو سبحان الله بيجي كده ويمشي كده. الحمد لله طبعا على كل حال. هنرجع نقلبها في الدقيق كويس. طبعا يا جماعة الفراخ اللي هي مسلوقة ديت بتبقى مستوية كويس من جوه. بصوا انا حطيت رشة الكمون امتى، طبعا هنا في الوقت ده بقى لو انت عندك هاند بلندر بيبقى سهل قوي، عشان بتستخدميه في الحاجات السخنة تضربي فيه عادي خالص على النار. لكن انا عشان مش عندي هاند بلندر اضطريت ان انا اضربه في الخلاط، بس هتسيبيه يبرد شوية. مصفى حلوة كده بقى، وتبدأي تصفيه عشان التفل بتاع الطماطم او العدس او اي حاجه ما يتبقاش فيه بواقي، بحيث ان انت لما تيجي تشربي شوربه تحسي كده بطعمها. عايزه اقول لكم يا بنات شويه الشوربه دولت كانوا اطعم، بصوا اطعم شويه شوربه عدس كلتهم في حياتي. وعايزه اسالكم بقى سؤال وتجاوبوني عليه، عشان امي قالت لي شوربه العدس دي مش ليك النهارده. حق العدس بيزود البرد ولا لا؟ معلقه سمنه بقى حطيتها. والله العظيم ساعات صوتي بيبقى حلو أوي رايق، اول ما اجي اتكلم ولا اسجل ما شاء الله تبارك الله يخنف، ويبقى حالتي بالبلة. الحمد لله. إيه خلاص بقى، هنبدأ بقى نعمل طشة صغيرة كده للعدس، لو انت حابة زي ما انت شفتيه كده وخلاص، يبقى هو كده عادي. انا حطاه على النار. معلقة من السمنة حلوة كده، معلقة سمنة بلدي، ولا توم ولا بصل ولا اي حاجة. جربيه وقولي لي. هتحط عليه معلقه حلوه من الكركم ومعلقه من البابريكا، الاتنين بس. هتبداي تقلبيهم مع بعض ياخدوا الريحه الحلوه دي كده، ولو كترت عن كده كمان بيبقى حلو. وتشيه بقى على العدس، الله عليه. كلي بقى وادعيلي، جربيها وقولي لي رايك. طشه جميله قوي قوي قوي، اجمل كمان من ريحه التوم كمان الناس اللي مش بتحب التوم. خلاص كده العدس بتاعنا اصبح جاهز، هنركنه بقى، وتعالوا يلا علشان نقلي الفراخ بتاعتنا. خلاص بقى العدس بتاعنا خلص، بس انا كنت بديله غلوة بس عشان ما ينفعش نطف عليه من غير ما يتغلي. طبعا انتوا عارفين الزيت ومشاكل الزيت وغلو الزيت، عشان كده اضطريت اقلي في البتاعة الصغيرة ديت. ده قالب من بتاع الكيكات، بس انا اضطريت اقلي فيه علشان ما ياخدش زيت كتير، لان انتوا عارفين الفراخ دي بتحب زيت غويط، زيت غزير يعني. فما حبيتش بقى اعمل في طاسه كبيره، لان بسم الله ما شاء الله لو طاسه اتفضى فيها الازازه مش هتبان فيها. شايفين؟ انتوا شايفين لون الفراخ ما شاء الله عامل ازاي؟ والله العظيم، وكان طعمها تحفه تحفه. ولا تقولي بقى القرقوشه لسه فيها دم، ولا في حاجه لسه ما استوتش، ولا الكلام ده كله، وما خدتش وقت. اتمنى تجربوا الوصفه بتاعتنا وتقولوا لي رايكم كده في الكومنت جميل كده وتكتبوا لي فيه. واتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا وفعلا عجبكم الفيديو واستفدتوا من الاكلات اللي احنا بنعملها، يا ريت تدعموا الفيديو بلايك. ايه رايكم؟ هتقولوا لي رايكم وانا هستنى رايكم في الكومنتات.
قولولي برضو العدس بتاعنا بيزود البرد ولا لا. خلاص وصلنا للقطة الحاسمة بقى، للحظة الحاسمة. عايزين نغرف العدس بتاعنا ونغرف الغدا ونتغدى بقى. تعالوا غدوا معانا يا رفاه. هاتي كمان يلا. عايزة اقولك يعني مش شرط ان انت تعملي شوربة عدس لوحدها، يعني مع الشوربة مع الاكل كده زي ما انت شايفاه كده بيبقى حلو برضو. تنويع يعني، حاجة تنويع. هو بصراحة انا كلت العدس وكلت الفراخ، ما كلتش المكرونة الصغيرة او لسان العصفور التاني ده بصراحة. اللي على وش العدس دي حتة سمنة. يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم. والرز بتاعنا اللي انا ما بغيرش طريقته الجميلة القوي ديت، بجد انا ما بغيرهوش بقالي سنين، ده على طريقة حماتي الله يرحمها. والخس الجميل ده امي كانت جايبهولي معاها وهي بتكشف وجايه، ربنا يخليها لي. عايزه اطمنكم عليها، هي الحمد لله كويسه. الفراخ ديت مقرمشه من بره، واخده الكفر الجميل ده. بصي من جوه عامله ازاي، دايبه دوب. جربيها وقولي لي رايك كده في كومنت جميل. ويا رب اي حد جرب اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها يا ريت يكتب لي كده في الكومنتات ويقول لي ايه رايه في الاكلات بتاعتنا. كمان بتمنى تدعموا القناه بلايك، ويا ريت تدعموني كده على صفحتي على الفيس. اتمنى ان شاء الله تعجبكم مطبخ ريري. هتلاقوا برضو صورتي على الصوره بتاعتي، هي برضو اللي على الصفحه بتاعتي هناك. هسيب لكم الرابط، وما تنسوش الفيديو بلايك وقولوا لي رايكم.